جدول هيغير حياتك في تالتة ثانوي. فلو انت عاوز تدخل الكلية اللي نفسك فيها وتجيب درجات عالية لازم تسمع الفيديو ده. الجدول هيبدأ من الساعة 5 الفجر. هتصلي الفجر وتقرأ القرآن والأذكار بتاعتك لحد الساعة 6. من 6 ل6 ونص هتفطر، وهتذاكر من 6 ونص لحد 1 الظهر. وفي وقت المذاكرة لازم تدي التليفون لأختك أو لوالدتك أو لأي حد في البيت. أهم حاجة ما تذاكرش ومعاك التليفون خالص، وكمان مش هتذاكر المدة دي كلها، فلازم كل ساعتين تاخد ربع ساعة بريك، أو تتبع طريقة البومودورو تكنيك اللي هي 25 دقيقة مذاكرة و5 دقايق بريك. من 1 ل4 تصلي الظهر وبعدها تنزل دروسك. أهم حاجة تظبط الجدول على حسب دروسك. من 4 ل9 مذاكرة، وكمان مع المذاكرة وفي الوقت ده كله أول ما الأذان يأذن تسيب اللي في إيدك وتقوم تصلي. من الساعة 9 للساعة 10 بريك تعمل فيهم اللي انت عاوزه بدون ما تمسك التليفون. أول ما الساعة تدق 10 تقوم تنام وتصحى الساعة 5 الصبح. عندك 7 ساعات نوم اهو، حلوين قوي وكافيين جدا. الجدول ده مهم جدا ولازم تلتزم عليه في الثانوية العامة. وأهم من الجدول إنك تتوكل على الله وتاخد بالأسباب. أهم حاجة ما تراكمش ولا تضيع وقتك في أي حاجة تافهة. أهم حاجة تركز على مذاكرتك وبس. ولو عاوز الجدول ده بتفصيل اكتب لي في الكومنتات كلمة جدول وانا هبعتهولك.